بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. هعمل معاكم النهارده بقى اكله لذيذه قوي، محشي بتنجان بالفراخ، كله في حله واحده. مش هنتعب بقى ولا نوسخ مواعين كتير ولا اي حاجه، كله في حله واحده. اللهم بارك، الطعم تحفه تحفه واخد من بعضه بقى. والصوص بتاع الفراخ بقى لما صح على صوص المحشي وداه في حته تانية. حرفيا اكله جميله جدا 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 وهتعجبك قوي، وبسيطه، ومش هتاخد منك وقت كتير، كله في حله واحده. ولا هنحمر فراخ بقى ولا هنتعب نفسنا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب. شايفين الفراخ ما شاء الله مستويه وجميله جدا جدا جدا. انا كان معايا جبت 3 كيلو بتنجان ومتقورين، وعملت معاكم الخلطه بتاعه المحشي هعملها معاكم خطوه خطوه. شايفين ما شاء الله بقى الصوص بقى اللي لسع الفرخه شويه ده في حته تانية. جبت هنا بصلايه كبيره وعليها طماطمتين وضربتهم في الكبه، وبعدين حطيت الماده الدهنيه بتاعتي اللي انا عايزاها، سواء زيت سمنه زي ما انت عايزه، ده على ده. وتروحي جايه عامله إيه مشوحاهم كده شويه يا دوبك اللون يعني يدبل. انا مش عايزه ان انتي تحمري البصل. بعد ما دبلت معايا البصلايه كده زي ما انت شايفه حطيت الطماطم. هتقولي البصلايه لونها حمرا ليه؟ هقولك انا دايما بحب اضرب البصل بالطماطم. بضرب البصلايه بالطماطمايه بجد بتوديها في حته تانية وبيبقى جميل قوي قوي قوي، ومسكر، وبتخلي البصله ما تحرقش منك وتبقى صحيه اكتر. حطيت معانا زي ما حضراتكم شايفين هنا الطماطم هتتسبك بقى معانا. لازم تتسبك خالص الطماطم معايا. وبعد ما تتسبك معايا خالص الطماطم، اديت لها لسه يعني فضلها شويه برضو في التسبيكه. حطيت معاكم فلفل اسود حسب الرغبه. حطيت كمون بيبقى حلو قوي عشان ما يعملش انتفاخ مع المحشي. حطيت فلفل، كمون، شطه، ملح. بس كده. عايزه تحطي اي توابل تانية من عندك، خلطه المحشي الحاجات دي حطي، بس هو الحاجات دي بتوديها في حته. يعني انا دايما بعمل الخلطه بتاعتي بالحاجات دي. اي عندك بقى اي توابل عايزه تحطي مفيش مشكله. حطيت معانا هنا 3 ربطات خضره، شبت وكزبره وبقدونس، من 3 انواع، شبت كزبره بقدونس. لازم تحطي ال3 انواع دول، شبت كزبره بقدونس. لو في نوع مقصر منهم وليكن ممكن يكون إيه إيه حاجه من البقدونس او الكزبره، مفيش اي مشكله، بس الاحسن ان هما يكونوا ال3 شبت وكزبره وبقدونس. قلبتهم كويس وبسيبها تدبل شويه كده، يعني ان اللون مش يدبل معايا ان اللون الخضار يروح، لا، يبقى برضو فيها حيويه من الخضار بتاعها وفريش كده. تمام. وبعدين يغلي معانا، واول ما احس ان هي خلاص الصلصه اتسبكت كويس جدا. بعد ما تتسبك كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين اهوت عملتها، هروح جايه حاطه معانا كميه الرز اللي انا هعملها. تمام. دول 2 كيلو من الطماطم، عليهم حوالي كيلو ونص رز. انا بحب اعمل الرز بزياده شويه، حتى لو في اللي عندي في التلاجة مفيش اي مشكله، مش بيخسر بقى. هتعملي شويه ورق عنب، هتحشي شويه كرنب، بينفع معاكي. بحب اعمل بزياده ويبقى عندي ما فيش مشكله. الطماطم لما بتبقى كتير بتخلي طعم المحشي حلو ولذيذ. ودي تسبيكه بقى مية مية. هتلاقي بقى المحشي معاكي تنفع معاكي في كرنب، في ورق عنب، في بتنجان، في كوسه، في ممبار، اي حاجه. مش بجد 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 هتعجبك جدا طريقه التسبيكه بتاعتي ديت وخلطه جميله وخفيفه وبسيطه جدا، ولا اي حاجات كتير بقى، ولا كلاكيع ولا شيره حاجات كتير. بعد ما اتسبك معاك كويس الرز واخدته، رحت جايه هحطه بقى زي ما حضراتكم شايفين في حاجه تانية، ونبدا شايفه كده طالما مفيش ميه فيه كده يبقى خلاص استوى. اللهم بارك، يعني مش استوى، اتشوح كويس علشان يفضل معاكي في التلاجة ما يجرالوش حاجه. طبعا عشان هنعمل محشي يبقى لازم فراخ حلوه ومرقه حلوه. الفرخه دي معايا فرخه بلدي، فانا مقطعاها كده حتت علشان دي مش هخليها تستوي. هي يا دوبك يعني ربع ساعه بس. الفراخ البلدي بتاخد سوا شويه. هحطها ربع ساعه بس في المرقه كده، في الشوربه، تعمل بس غاليه واحده بس، علشان ابقى متاكده كويس ان هي من جوه مستويه كويس. وبعدين بعد ما تستوي يعني حوالي ربع ساعه بس، هاخدها معايا وهوريكم بقى هنعمل طريقه المحشي بتاعنا ازاي. طريقه جميله وسهله جدا. يا رب ما اكونش بطول عليكم، ويكون محتواه بيعجبكم، ويا رب حد يكون بيستفيد منه. لو اي حد جديد كده مبتدئ، يعني عروسه جديده ولا حاجه، يا رب تكون بتستفيد منه. معايا الشوربه هي على النار. انا هاخد بقى الشوربه، هطفي عليها
وخلاص هي عملت شوربه برضو، ان انا برضو هشرب بيها المحشي مفيش اي مشكله. هقطع معايا طماطمتين 3 كده في ايه، في الحله. وبعد ما هقطعهم هتشوفوا بقى هنعمل ايه سوا. هو بصي محتوى بسيط وجميل، يعني حاجات سهلة وكنا كلنا بنعملها. صدقيني الأكلة دي خطيرة خطيرة خطيرة. هتحطي بقى معاكي الفراخ زي ما انت عايزة، الكمية اللي انت عايزاها، بس احسن ان انت تكون الحلة بتاعتك كبيرة شوية. خدي بالك من الموضوع ده عشان الفراخ برضو هتاخد ايه معاكي مساحة. وبعدين هنجيب البتنجان اللي احنا حشيناه مع بعض، وهنروح جايين حاطينه في الحلة زي ما حضراتكم شايفين كده. هنحط البتنجان بقى بجد مع شوية الطماطم اللي تحت مع طعم الصوص بتاع الفراخ والبتنجان، هتلاقيه حرفيا راح منك في حتة خطيرة 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 رهيبة. لو شوية ملوخية معاه بقى بجد كمان تحفة. بس انا ما عملتش ملوخية النهاردة، انا كنت مستعجلة واكلة سريعة سريعة ولا تحمير بقى ولا وجع دماغ ولا اي حاجة. وبعد ما خلصنا بقى حشيت معاكم اخر الكمية اهوت. هنروح جايبين مثلا لو انت عندك فراغ لسه ممكن تجيبي طماطمايه حلوه كده، افتحي قلبها وخدي القلب حطيه جوه الحله، هي بيدي طعم. وحطي شويه رز فيها بتبقى خطيره خطيره في الحشو. ممكن تعملي كميه زي ما انت عايزه بيبقى خطير. وقرن فلفل طبعا بيخلي المحشي البتنجان يوديه في حته تالته بقى، فعلا بيخليه خطير خطير خطير. القرن الفلفل ده بيخلي ريحة المحشي بقى ايه قلب البيت بقى، وكل اللي يخش انتوا عاملين محشي، لا ده احنا جايين ناكل عندكم النهارده. فبجد جميل يعني والله العظيم. الفلفل والطماطم بيخلوا المحشي خطير. إيه هتسقي الشوربه بقى زي ما انت عايزه. البتنجان على فكره ممكن تسقيه شوربه بزياده، الصوص بتاعه تحت بيبقى خطير، بيعمل صوص حلو بقى مع شويه الطماطم اللي انت مقطعهم. بجد انا بحب اكل الصوص اللي تحت ده اكتر من البتنجان نفسه. وبيدي بقى لسعة مع الفراخ تحت خطيرة كده، بجد خطيرة. الطعم الفراخ بيبقى مختلف صدقيني، غير الشوي غير التتبيلة غير اي حاجة تانية. بياخد من طعم المحشي في السوا ويغلوا مع بعض، بيوديها حرفيا في حتة تانية. صدقيني لو عملتي الوصفة دي هتعجبك جدا، ولو عجبتك ما تنسينيش في لايك وشير و وبجد بجد بجد انا بتبسط قوي قوي وانا بعمل الفيديوهات دي معاكم، ويا رب يكون محتوايا بيعجبكم. ولو عجبكم محتوايا ما تنسينيش في لايك وشير وكومنت جميل كده تشجعيني بيه. إيه المحشي دوت انا جايبه زي ما قلت لحضراتكم 3 كيلو بتنجان، الحله دي كبيره شويه. وحطيت الفراخ تحت وحشينا البتنجان فوق الفراخ. بجد بيوديها في حته تانية، بتبقى خطيره خطيره خطيره. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. بيغلي معانا البتنجان اهو زي ما انتم شايفين، بيخليه خطير. انا بتاكد بس ان هو غلي ومظبوط والميه بتاعته مظبوطه. وبعدين شفتي بقى كله في حله واحده وكله في صينيه واحده وكلنا هناكل مع بعض، وحاجه كده خطيره. بألف هنا وشفا اللي هياكل. ولو عملتي كميه كتيره وحطيتي كمان فراخ، انا عملت معاكم قبل كده ورق العنب باللحمه خطير برضو. اي حاجه هتحطي فيها محشي بجد لما بتحطي تحت الفراخ او اللحمه بيبقى خطير خطير خطير. ويا سلام لو حمام كمان تحفه تحفه تحفه. هعمله معاكم بمره برضو بالحمام خطير. الفراخ دايبه دوب وخطيره والله بجد، طعمها كان تحفه، طعمها حرفيا كان تحفه. والفراخ بقى ايه واخده اللسعه مختلفه بقى، ولا محمره ولا مشويه ولا صينيه، حاجه جديده حاجه جديده كده. بألف انا وشفا اللسعه اللي في الفراخ دي بتبقى خطيره حرفيا خطيره خطيره. إيه لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بقى في لايك وشير. واللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد.